سر كبير هتعرفه لما نحكي عن محمد فوزي. حاجة كده لو عرفتها فكرتك عن الراجل ده هتتغير خالص. كلنا عارفينه الفنان اللي دمه خفيف، اللي ضحكته بتملى الدنيا، وصاحب أحلى أغاني الفرحة. بس اللي كتير مننا ميعرفوش إن محمد فوزي كان شايل في قلبه حاجة عظيمة. عارف إن الفنان ده هو السبب في إنك بتسمع القرآن الكريم النهاردة في بيتك وفي عربيتك وإنت مطمن؟ الحكاية مش بس اسطوانات سجلها، الحكاية إن محمد فوزي دخل خناقة بجد في الستينات لما عرف إن في ناس بره مصر بتطبع مصاحف فيها غلطات في الكتابة وبتبعتها لبلاد تانية عشان تلخبط الناس في دينهم. محمد فوزي مسكتش. الراجل ده خد كل قرش شاله للزمن وراح عمل أكبر شركة تسجيل في المنطقة كلها عشان يحمي كتاب ربنا. واللي ناس كتير ميعرفوش إن محمد فوزي تعب قوي عشان يقنع الناس وقتها بفكرة تسجيل القرآن. كان في ناس شايفين إن ده مينفعش وإن القرآن ميتسجلش على اسطوانة بتلف. محمد فوزي فضل يروح ويجي على المشايخ لحد ما خد موافقة رسمية وراح للشيخ محمود خليل الحصري وشرح له الموضوع. يا شيخ محمود، لو احنا مسجلناش القرآن بصوتنا الأجانب هيسجلوه هما ويغيروا فيه براحتهم. ومن هنا بدأت الرحلة. محمد فوزي دفع 100,000 جنيه من جيبه، والرقم ده زمان كان يبني عمارات في أغلى حتة في البلد. وفضل موجود مع الشيخ الحصري شهور طويلة في الاستوديو. محمد فوزي كان بيراجع وبيركز في كل كلمة، وكان بيعيد التسجيل لو في بس صوت مهزوز أو في شوشرة. سجلوا 26 اسطوانة، هم دول اللي بنسميهم النهاردة المصحف المرتل. والسر الكبير إن محمد فوزي رفض يكتب اسمه حتى على غلاف الاسطوانة، ورفض ياخد مليم واحد مكسب، وقال كلمته اللي توزن ذهب: ده لله، مش عايز اسمي يجي قبل اسم ربنا. بس يا ترى ايه اللي حصل بعد كده؟ محمد فوزي ما كانش عارف إن نجاح شركته هيخلي العيون تفتح عليه. في سنة 1961 الحكومة خدت الشركة منه. محمد فوزي دخل مكتبه في يوم، لقى واحد تاني في مكانه وعلى مكتبه وقال له: المكان ما بقاش مكانه، انت بقيت موظف هنا ومرتبك 100 جنيه. محمد فوزي وقتها الدنيا اسودت في عينه، مش عشان الفلوس لكن عشان المكان ده كان حلمه إنه يخلي مصر هي اللي بتعلم الدنيا الفن والدين. الأصعب من كده إنهم شالوا صورته من على الحيطان وبدأوا يقفلوا عليه في كل حاجة. محمد فوزي كان بيشوف المصاحف اللي سجلها وهي بتتوزع في كل حتة، ومفيش حد شكره ولا اعترف بفضله، وكان بيبكي من جواه. الحزن ده مكانش زعل عادي، ده كان وجع سكن عظمة. جاله مرض غريب خلاه يخس جدا ووزنه وصل ل 35 كيلو. الدكاترة بره مصر احتاروا فيه ومحدش عارف ماله، وسموه مرض فوزي لأن الحالة دي ما كانتش بتحصل لحد قبل كده. وفي آخر أيامه كتب رسالة وداع توجع القلب، كان بيقول فيها إنه مسامح الكل وإنه فخور بأعماله في جمع القرآن الكريم وأعماله الفنية اللي عاشت للناس. مات محمد فوزي وهو عنده 48 سنة بس. ساب الدنيا وهو مستور برضا ربنا، وساب لنا أمانة صوت القرآن اللي شغال في كل بيت لحد النهاردة. دي كانت حكاية محمد فوزي، بطل حقيقي مش بس فنان. لو وصلت معانا لحد هنا متخليش الحكاية تقف عندك. دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وقلنا في التعليقات كنت تعرف المعلومة دي قبل كده ولا لأ.